السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت أوصل رسالة إلى دولة الإمارات وبالأخص موانئ دبي، والرسالة هذه أحب أنكم تشفروها بطريقتكم الخاصة، وأنا أتكلم معاكم باللغة العربية اليوم كوني أنا مواطن من جمهورية أرض الصومال. تفاجأنا بالتقارير والتغريدات، تقارير العالمية من وسائل الإعلام وتقاريركم وكتابتكم عبر التويتر، نعتبرها بالفعل تهديدات على أراضي جمهورية أرض الصومال والصومال، تغريدات من الإماراتيين غير أخلاقية. أنتم تتعاملون الآن مع أصلا حكومة انقلابية على الشرعية في جمهورية أرض الصومال، وكوننا إحنا كتلة سياسية خارجية معارضة سوف تظهر بعد أيام للشعب جمهورية أرض الصومال. نود اليوم أن نحذركم تحذير الأول، وسبق أن حذرناكم قبل 2017 في جميع نواحي القارة الأوروبية في أمام سفارتكم في لندن، وقدمنا شكاوي كثيرة، واليوم سوف نخرج أصواتنا وبصوت والصورة. نحن أبناء البلد في جمهورية أرض الصومال. هذا المشروع الفاشل موانئ الإمارات أو موانئ دبي الإمارات، من يوم ما خلقت هذه الشركة ما عرفنا فيها إلا المشاكل. من يوم ما خلقت موانئ دبي للملاحة ما شفنا منها إلا قضايا ومحاكم دولية. أنتم تريدون أن تسيطروا على موانئنا وبحارنا، وهذا نحن كوننا شعب جمهورية أرض الصومال لن نسمح بأن يمر هذا المشروع اتفقتم معها مع العصابة الانقلابيين على شرعية جمهورية أرض الصومال. هذا الحكومة اللي أنتم تتعاملون معها، التي بالفعل تقاريرها وصلت في جميع أنحاء العالم والمنظمات الدولية والهيئات الأوروبية بأنها واحدة من وأفسد انتخاباتها أجرتها في البلاد. الكتلة السياسية في جمهورية أرض الصومال مواطنينها تحذر اليوم لأول مرة موانئ دبي بدخول مياهها البحرية والجوية. احنا لا نمثل بهذه الاتفاقية كون مواطنين أرض الصومال. لو بتتذكرون الأشرطة الفيديو ارجعوا إلى الوراء يا الإماراتيين، اتذكروا كيف حيز هذه الاتفاقية في داخل برلمان جمهورية أرض الصومال. صارت فوضى لأول مرة لم أرى برلماني يصدر فيها الضرب والقوة بهذا ببرلمان جمهورية أرض الصومال، فقط عندما أتيت بهذا المشروع الفاشل. موانئ إمارات، نرجع لتاريخ موانئ الإمارات. 2006 عندكم مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة موانئها في نيويورك. أوكي. عندكم مشكلة ثانية مع المغرب في 2008، وصارت مشكلة ثالثة أتذكر لما ذاكرتي كويسة، أتذكر صارت مع هند في 2012 من 2011. رجعتوا الآن بنيتوا مشروع ميناء في جيبوتي وعملتوا مشاكل مرة ثانية فيها، وجايين الآن جيبون مشاكل ثالثة عندنا في البلاد عندنا. أقول للإخوان الإماراتيين، أنتوا تجاوزتوا حدودكم. أرض الصومال ليس يمن. نحذركم تحذير شديد اللهجة. This is the last warning. أرسلنا رسائل، أشرطة صوتية، مظاهرات أمام سفاراتكم، نخبركم إياها. أنتم ليس مخولين ببناء أي مشروع عندنا في شمال الصومال، لأن إحنا مش دولة معترفة. إحنا مش دولة معترفة. اللي يعرف عن الإمارات بس هي تروح بلدان اللي فيها مشاكل اقتصادية، حرب أهلية،
تروح بس اللهم اضطرابات، جفاف، مصيبة. هذا اللي أشوفه فيها العلم الإماراتي، هذا اللي أنا أشوف فيها العلم الإماراتي. أماكن في مثل ليبيا، مشاكل في ليبيا، مشاكل في سوريا، مشاكل في يسمونها في العراق. انتوا ما يعني احنا ما صدقنا حصلنا الحين هدوء، احنا ما صدقنا كفايه الان الجرحى اليمنيين يوصلون، الجرحى اللي تقتلونهم في عقد دارهم في بيوتهم، يوصلون عبر الميناء عندنا ونستقبلهم ونوديهم مشافي. ولا هيئه اماراتيه جات قالت كيف حال هذا اليمنيين اللي احنا قصفناهم بالطائرات، وانتم جايين الحين جايين من مشروع وتقولون احنا نبغى نبني في موانئ في بلدنا. في مثل عندنا في الصومال يقول، في مثل يقول في الصومال عندنا مثل الصومالية، بعلمكم اليوم الاماراتيين اللي ما تستحون على وجوهكم. الشخص اللي انت تبغى تخيط منه حذاءه، شوف حذاءه هو، هذا الحذاء حذاء يعني تقدر خيط حذاء هذا الخياط حذاء زين ولا مو زين؟ اذا هذا الحذاء زين تنخيط من عنده. يعني المثل واضح وضوح الشمس، المثل واضح وضوح الشمس. حكومة الموجودة حاليا موسى بيحي هذا الحرامي هذا اللي الموجود هذا الآن، روحوا شوفوا التقارير الأوروبية شو جابت في أبسا يوروبيان يونيون اللي كانوا. هل أنتم موجودين كنتم في الانتخابات؟ هل كنتم أنتم الإماراتيين مراقبين في أرض الصومال الانتخابات اللي صارت؟ لا، ما كنتم موجودين. إذا أنتم ضد الانقلابيين اللي صايرة الحين في الشرعية في جمهورية أرض الصومال، تساندون الانقلابيين. احنا نعترفكم انتم تساندون الانقلابيين مثل ما ساندتوا في مشكلة صارت في تركيا. انتم تحبون تزرعون الفوضى في دول المسلمة والدول العربية، تزرعون الفوضى. احنا ما راح نجعل انكم انتم تبنون موانئنا نهائيا. شيلوا بالكم قاعدة عسكرية. وين قاعدة عسكرية؟ انتم بنفسكم 1,500,000 هندي قاعد عندكم في دبي والديرة في ابو ظبي، وجايين بلدان الغير وتبغون تمددون وتقولون والله ابغى اسوي قاعدة. خربتوا البلدان الثانية، البلدان العربية خربتوها، مثل اليمن خربتوها، يمن الحبيبة، يمن العزيز، يمن الخير، يمن العروبة، خربتوها ومزقتوها. واللاجئين بتاعهم، اللاجئين اليمنيين اللي المفروض تستقبلونهم في دياركم، خليتوها تموت في البحر الأحمر، واحنا استقبلناهم. والآن احنا استقبلناهم على اساس احنا بانهم بظروف انسانية. اذا نقول لكم الاماراتيين، رسالة الحكومة الصومالية واضحة، هذه الاتفاقية ملغية، موانئ دبي ملغية، ولا قاعدة عسكرية راح تصير في شمال الصومال. أنا ولد البلد في شمال الصومال، ما أبغى أشوف علم إماراتي في بلادي. رسالة واضحة، رسالة واضحة، ما أبغى أشوف علم إماراتي. لأن لو جيتوا أنتوا سبق حذرناكم ورسلنا لكم تسجيل صوتي و3000 رسالة إيميل لبورد دبي إذا لهم عقول. يا أخي أنا ما أقدر أروح أتحكم مكان مش مكاني، ما أقدر أروح أنا أقول والله بتحكم يا أخي تحكموا في ضمب الصغرى ضمب الكبرى، الجزر اللي الإيرانيين خذوا من عندكم تحكموا فيها هناك، ابنوا قواعد هناك، بدل ما تيجون عندنا عبر البحور وتقولون والله بقعد نبني مشاريع عندكم. من الافضل انك تتفاوضون مع الايران، تقولوا اعطونا جزء ضمب الصغرى ضمب الكبرى وابو سلم، قولوا احنا نبغى نبني قاعده هنا. ليش جايين عندنا احنا؟ اذا نحذركم، تم التحذير، سبق حذرناكم. الكتله السياسيه سوماليا يونايتد فرونت اللي راح الحكومه الجديده راح تتاسس. طيب الحكومة الحالية موجودة جات بتزوير وجات بأوراق مزورة قادمة من أبو ظبي إلى مطار هرقيسة
سووا الأصوات. أصلا ما في حكومة في شمال الصومال الآن، فوضى عارمة. ونحن نثبت لكم الأيام القليلة الجاية الوجه الحقيقي في شمال الصومال كيف راح يكون. احنا ما نقبل ولا نعترف بهذه الحكومة الموجودة الآن، حكومة الفوضى والسرقة والقتل، وهذا ليس دستور الشمال الصومال. انقلبوا على الشرعية والحكومة في الشمال الصومال. إذن أنتم تتعاملون مع انقلابين في الشرعية مثل ما تعاملتم مع الانقلابين في التركاي. هذا هو مصيركم أنتم، عشان مصالحكم يعني تزعزعون واستقرار الشعوب، وهذا لا يجوز. نحن ليس في جامعة العربية ولا مجلس التعاون الخليجي. سومالي الآن مش موجودة في جامعة العربية. سومالي الآن معترفة في اتحاد الأفريقي في إيجاد. هذا المشروع اللي شفته النسبة 30% لبلادي في جمهورية الصومال و19 لإثيوبيا وواحد 50% لكم انتو. يا أخي من محتاجينه؟ ما نبغاه، ما نبغى. احنا عندنا البلد فيه الخير وفيه كل شيء، فيه خيرات، نقدر نبني بنفسنا، نقدر نبني بنفسنا. يعني عندنا الذهب، يعني احتياط ذهبي كافي، احتياط ذهب كافي، واحتياط غاز والبترول عندنا. ما محتاجين من الامارات ولا غير الامارات تيجي تبني لنا موانئ. اذا مخجلوا فجعتكم الفظيعة واجرامكم في يمن كرهكم فينا، يعني قمنا نكرهكم. ما نخبي عليكم، ما نخبي عليكم. ليش كل يوم جرحى، قوارب الجرحى اليمنيين تأتي إلى شواطئ جرحى وجثث؟ من يفعل فيهم الشيء هذا؟ هو التحالف العربي مالكم، هذا التحالف البطيخي. إذن احنا ما نبغى نكون جزء من الخليج ومشاكل الخليج. حلوها انتم بيناتكم، لا تجيب. احنا مو في القارة العربية ولا في القارة يسمونها، احنا يسمونا هذه المنطقة اللي انتم تبغون فيها مشاريع. رجعوا على تاريخها، مقبرة لقوى العالم. اوكي، مقبرة، ما في قوة ما جات الا وغرقت فيها. ما في قوة ما جات الا وقد لها تاريخها دموي. اذن ما نبغى احنا نشوفكم في بلادنا. حذرناكم اكثر من مرة. هذه رسالة الان مش للصوماليين، رسالة لبورد دبي ودولة الامارات. كفاكم عبثا واتركوا ديار المسلمين. اذا ما كفاكم عمايركم وفنادقكم ولا كفاكم هذه الاشياء، تيجي توصلون شركم لبلدان عشان كم فلوس. في مزاد مضحك في الامارات يصير في كل سنة مرة، مزاد الارقام. يعني شاب الامارات يشتري رقم ب 200 مليون 300 مليون عشان رقم واحد دبي او واحد امارات او واحد شيء. يعني هالمبلغ كامل تكلفة المشروع البناء المينا هذه، وتبغون تقعدون في كبدنا وتقعدون في اراضينا 50 سنة وانتم تشترون الرقم واحد بمليون، تشترون الرقم ب 100 مليون و 300 مليون. مش محتاجينه، بعدوا عن اراضينا. اقول لك اياها بالصوت والصورة. وصلوا رسالة لكل اماراتي. القرآن يقول انتم خير أمة اخرجت للناس. لا بالله، انا اقول انتم شر أمة اخرجت للناس. اتركوا بلادي، ابتعدوا عنها، ما نبغى نشوفكم ولا استثماركم ولا شيء. الارض هذا ما يدخلها الا المطهرون. ما نبغى فلوس غير ظاهرة غير نظيفة تدخل ديارنا. أرض مباركة هذه، الله بارك لها فيها على شعبها. ما نبغى استثمار ولا غير استثمار. احنا نكفينا زيادة.
في تغريدة غريبة رئيس المجلس التنفيذي كتبها: لقد جعلنا الجيبوتيين بشرى، سوف نرجعكم ما كنتم. يعني كلام قمة الحقارة، أنا أعتبره قمة غير أخلاقية. هذا الواحد ما يقول دولة عربية. أنا بقول له برجع الكلام هذا له، اللي ما في خير في أهله وقرايبه ما في خير حق غيره. انتوا ظلمتوا قطر، الدولة المجاورة اللي تبعد عنكم 500 ميل بحري أو 600، خلينا نقول 400 ميل بحري. ظلمتوها، حاصرتوها بسبب ايش؟ حقد، كراهية، أنا أعتبرها. وإحنا اليوم نقول لكم إياها، اللي ما في خير في أقاربه وجيرانه وأهله ما في خير للناس الثانيين. إذن الحكومة الصومالية أعلنت إلغاء هذا المشروع. نحن أبناء الشمال الصومال نحذركم اليوم، الحكومة في شمال الصومال نحذركم، ثم والله نحذركم تحذير. إن قربتوا قدمكم هناك ما تلومون إلا نفسكم، بكل بساطة أقول لكم إياها. جنود الاتحاد الأفريقي كلها موجودة في مقاديشو، يعني ساعات وراح توصل أرض الصومال في أي لحظة. أي استفزاز سياسي راح يدفعكم ثمن في السمون، ولا راح ينفعكم. نحن في منظمة إيجاد، نحن ليس في الجامعة العربية، نحن في منظمة إيش؟ القارة الأفريقية. إحنا هناك ناخذ قراراتنا، نتقاسم على أفراد إيش يسمونه. لا يغركم العلم اللي شفتوه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا العلم صح، إحنا علمنا بس غيرناه الآن. الحكومة الجديدة مكتوب عليها علم الصومال لاند حقيقي، والله أكبر. وعبارة هذه الجبهة حكومية راح تعلن إن شاء الله من محافل العالم كلها، من يونايتد نيشن، منظمة العالمية، لأن هذول الشعوب يعتبر 13 قبيلة اتحدت لأجل حفاظا على استقرار وأمن البلاد. أما الحكومة الانقلابية الفاسقة الفاشلة اللي كانت رئاسها أحمد محمد سيلايو الخبيث، الملعون، اللي باع الأرض وباع كل شيء وجاب معاه يعني حرامي ثاني اسمه موسى بيحي، هذا لا يمثلون الشعب جمهورية أرض الصومال، لا يمثلونها لا من بعيد ولا من قريب. الآن لا يمثلونها. إذن عليكم أنتم، بدل ما أنكم تيجون تريدون أن تدفعون مبالغ 50 400 ألف ودلالة وملالة وتسرقون ثروات البلادي، هذا ما راح نسمح لكم يا احنا. اثيوبيا شو تجيب لها مخدرات عندنا؟ شو تجيب اثيوبيا؟ ما في مصدر دخل، ما في مصدر دخل من اثيوبيا، فقط القادة تجيب شيء مخدرات شعبي. اذن مشروع هذا ملغي، الحكومة الصومالية اعلنت القاها. روحوا شوفوا لكم مكان ثاني تعملون فيها مشاريع. ورسالة تهديدية اللي تهددون فيها جيبوتي، جيبوتي هي بلد شقيقة واخت، وغير مقبول انكم تهددون جيبوتي. جيبوتي نحن فيها، نحن لها وهي لنا، نحن بين بعض. لكن انكم تهددون جيبوتي يعتبر انه تهديد لنا في شمال الصومال والصومال. نرجعكم مرة. يعني هذا الكلام الغير اخلاقي من مسؤول اماراتي، هذا اصغر واحد فيهم يتكلم بهذه الطريقة، ما بالكم الكبار شو يتكلمون. خلنا نتكلم واقعيين، خلنا تكون واقعيين، نتكلم بالواقع. قاعدة إماراتية ممنوعة في شمال الصومال، أنا أقول لكم إياها. أنا عسكري سابق، أول واحد راح يرفع السلاح، أنا أول واحد رجال راح يرفع السلاح بواجه أي جندي يجي بلادي. طيب ما نبقى نشوف قاعدة إماراتية موجودة في البلاد. نحذركم تحذير
في انتخابات فاشلة صارت في شمال الصومال، في انتخابات مزورة صارت في شمال الصومال أرض الصومال، في انتخابات ماتوا فيها ناس كثير في شمال الصومال، في انتخابات لم يشهد له البلاد أن شهد من قبل. طيب إذن الآن المجتمع الدولي أغلق بيبانه للصومال، شمال الصومال، ما عندهم أي علاقة. هم معترفين الآن الجهة المخولة فقط هي الصومال. يعني بحقارتكم تتفقون مسؤولين، مسؤول إماراتي، مسؤول صومالي، تنادونه وزير خارجية أرض الصومال. هذا الإنسان كان أصلا يعني شغلكم ياه، عامل صرافة، ما يعرف إلا الفلوس، يخون بلاده يخون شعبه لأجل المصاري والفلوس، لأنه عامل مصرف. هذا عين وزير الخارجية أرض الصومال، مش معترفين فيه ولا مخولين فيه. إذن هذه الرسالة الأخيرة من صوماليا يونايتد فرونت للإماراتيين، رجاء ثم رجاء. 13 قبيلة في شمال الصومال سوف تظهرون على علن بعد أيام، بعد أيام، بعد 72 ساعة سوف يعلنون موقفهم الرسمي أن أي مشروع إماراتي يدخل في أراضي الصومال يكون مشروعا ملقيا، الحين ملقيا رسميا من الحكومة الصومالية. بس الآن نقول لكم يا بالصوت أن احنا أبناء البلد، من حقنا وما نترجى من أحد أن نصون ونخاف على مصالح بلدنا، ما نترجى أحد من هالنقطة. هالمشروع احنا ما نشوفه مشروع ذو ثمرة أو ذو جذوة، فقط نحن نشوف مشروع جاء فقط من باب الغيرة، نشوفه فقط جاء من باب الحقد من جيبوتي، نشوفه باب ايش، جاء من عدم الرضا بالحكومة هذه الموجودة الآن الفاشلة، تدور أي مكان تنصب عليه وتسرقه، لكن لا يمثل صوت الشعب جمهورية أرض الصومال. واضح. يوم جابوا هذه الاتفاقية الناقصة أمام النواب في البرلمان جمهورية أرض الصومال، كانت مش حتى مكتملة، فجأة دخلوا الشرطة وصارت خناقة وصارت مشاكل وصارت فوضى. ما يدل على نقطة واحدة، لأن الشعب جمهورية أرض الصومال أكد رغبتهم برفضهم لهذا المشروع. هذا المشروع موانئ بورت دبي، ابنوا موانئكم انتم وصحاريكم، ابتعدوا عن بلاد المسلمين، ابتعدوا عن بلاد المسلمين. لما نبغى ان ليس فيكم كره فينا ولا حقد ولا نبغى منكم شيء. الحمد لله احنا نقدر متمكنين، انتم بتشوفونا احنا فقراء بس احنا اغنياء بالارض وبالقلب، الاغنياء بالقلب والارض. الله اعطانا خيرات نقدر نبني بلدنا اكثر من يسمونه بما في الكفايه. لكن انتم تفكرون ان خلاص تشترون الناس باموال الاقامات والكفالات الاسيويين. ابنوا بلدكم، ابنوا جزركم المفقوده، رجعوها، ابنوا هناك مشاريع، خلنا كل واحد يكون على حده. انا ما عرفت كيف اعبر، ارسل لكم الفيديو هذا الصوت لان انا موثوق المسؤول من الحكومه الجديده راح تمر بعد 3 ايام. ما ابغى يعني وصلنا لكم رسائل، مظاهرات في السفاره، ايميلات، اشياء اكثر من رسائل ما تحترمون رغبه شعب جمهوريه ارض الصومال. اذا انتم اللي تبيها احسن تنفعون فيكم. هذا الصومال يا اخوك 30 سنه حرب خبره يعني. طيب we have enough expert. اوكي يعني ابنائكم ما نبغى تصيروا مقبره في المكان. بعد ابنائكم من القرن الافريقي
وعيشوا حياتكم. لا تتحججون تبنون مشروع عشان قراصنة. ما قراصنة ما في، صار لها 7 سنوات 8 سنوات مخفية، لا في قراصنة ولا شيء. أرض الصومال ما في لا قراصنة ولا هم يحزنون. المنطقة اللي انتم الحين ناويين تبنون فيها مشاريع تتحججون بقراصنة، ما في قراصنة أصلا، ولا حتى لو في قراصنة احنا مش محتاجين من مساعدتكم. في قوات فرنسية، في قوات آسيوية، في قوات أوروبية ثانية موجودة هنا، مش محتاجين احنا. في طيارات استطلاع تدور في المنطقة. لا يغركم هذول الانقلابيين هذول اللي جو على الحكم في شمال الصومال. يقول لكم والله احنا نحكم الصومال، ولا يحكمون. 70% ما يحكمونها الآن، يحكمون بس ديارهم وحارة بتاعهم، ما يحكمونها. جيبوا فرقة تحقيق من عندكم وشوفوا هل يحكمون الصومال. ما يحكمونها. 75 إلى 80% ما يحكمونها. منطقة ملقمة، هم يحكمون بس مناطق في العاصمة، جزء من المناطق في العاصمة، جزء في هرقيسة، جزء صغير في هرقيسة، حارة يحكمون حارة. المناطق اللي ليس مرغوبين يدخلونها حتى. إذن هذه الرسالة سومالان يونايت فرونت بالعربي راح أخبركم إياها. كتلة جبهة سومالان فرونت، الكتلة السياسية في الخارج متحدة، تحذركم رسالة تحذيرية. This is the last warning. أتكلم وياكم بالإنجليزي، بالألماني، بعربي، بأي شيء تبغون أنا حاضر وياكم. أوكي؟ راح نوصل الشكوى، راح نرفع الشكوى لجميع الجهات المعنية. ما نبغى نشوف قاعدة عسكرية في شمال أرض الصومال. لا تتحججون بميناء احنا نقدر نبنيه. احنا بنفسنا مش ناس يعني يسمونه، فكرونا ناس مثقفة، ناس عالمين ودارسين نتكلم 5 لغات. المشروع اللي تتكلمون عنه بتدخلون 400 ألف يورو، 400 ألف دولار خلينا نقول. اوكي 400 ألف دولار. اوكي 400 ألف دولار احنا تبنى لنا، لو بالحقيقة تبنى لنا 10 موانئ، لكن احنا نقدر نبني ب10 مليون ميناء، و20 مليون نقدر نجيب شركة آسيوية والصينية نقدر نبني ميناء وأحسن من ميناءكم اللي تبغون تجيبونه. لكنكم انتم تتحججون بمشروع ضخم وسطاء. والله ما راح اكون ابن البلد مكتوب في اليد تفرجكم. لا يا اخوك، حذرناكم بالسابق، نحذركم يا الان رسميا، مثل ما رئيس وزراء الصومالي حذركم. احنا ابناء البلد في المنطقة في شمال الصومال نحذركم رسميا. الحكومة اللي انتم تتعاملون معاها الان ليس مخولة رسميا في إدارة البلاد في جمهورية أرض الصومال. ما يقارب إلى 85% يكون يشتعل الحرب أي لحظة. في حذر كثير في شمال الصومال، في ترقب كثير في شمال الصومال. إذن ابتعدوا من هالفترة الحساسة، ولا تكونوا الرقم الثالث من الدول اللي انتم سويتوا فيها الفوضى. ما ابغى اذكر لها الثالث العدد. والمضحك والمثير يعني جدل، هل انتم 50 سنة الماضية هل كنتوا تعرفون الصومال؟ هل كنتوا تتكلمون عنها؟ هل كنتوا تساعدوها؟ هل كنتوا ترسلوا مساعدات عند الأيام الجفاف والجوع؟ لا، ما كنت ترسلون، ما كنتوا ترسلون، كنتوا تتفرجون وتضحكون في تلفزيوناتكم. الدولة الوحيدة اللي لها فضل فيها في الصومال هي تركيا، الدولة المسلمة اللي انتم كل يوم تحقدون فيها. هذه الدولة الوحيدة
اللي فعلا أرسلت معونات ومساعدات ويعني ودربت وخدمت. هذه هي الدولة اللي لنا احنا لها فضل وهي لنا فضل فيها. يا ما انتم ما شفنا منكم اي شيء. هل في صومال ثانية ما انا عارف في صومال ثانية؟ جامعة الصومال صورة، مش ما راح يكون كرت تستخدمونه لمصالحكم. إذن احنا نشوفه، نترجم الأشياء اللي نشوفها من عندكم. 50 سنة أو يعني راحت ما شفنا منكم أي شيء، ولا 30 سنة ولا أيام الحكومة المركزية، غير المشاكل. جدير بالذكر بتذكركم نقطة مهمة. الإماراتيين اللي يبغون الحين يبنون مشاريع عندنا شمال الصومال في الستينات، يعني كنا احنا نرسل الزكاة الصومالية كانت توصلكم اياها في دياركم. الدولة الوحيدة اللي قامت من مقعدها وكنتوا انتوا كانت يعني وكيلة عنكم كانت بنغلاديش في الأمم المتحدة. رجعكم تاريخكم ماضيكم. إذن ما نبغى يعني هيمنة على الأراضي مش أراضيكم، ولا بلاد مش بلادكم، ولا يعني مش ما نبغى احنا نصير يمن. رئيس اليمني كان يقول ما راح نخلي الصومال، ما راح نخلي يمن نفس الصومال. الله يرحمه الرئيس اليمني. وانتوا الحين حولتوا دخلتوا يمن وخربتوها فسقتوها، والصومال الآن تعافت وتوحدت وصارت منظومة واحدة ونظام واحد وشعوبة تلحمت. تبغون تسوون فيها تزرعون فيها الفتن والمشاكل. هل الصومال أبو ظبي هي أول دولة عربية ساندت الغزو الإثيوبي في مقاديشو برعاية ولي عهد أبو ظبي في لقائه الشهير مع أبو زيد؟ ما نسينا احنا جون أبو زيد، هل ما نسينا احنا؟ إذن حذركم تحذير، ما راح يصير. صارت غزو مرة، اوكي، غزو ثاني ما راح يصير. مشروع هذا ملغي وراح ينفرشكم قدام عينكم. والحين وصلنا لكم رسالة ليس كرها فيكم انتم، بس ننصحكم فيها. الشعب أرض الصومال نحن من ترجم أفكارهم وآرائهم وصوتهم. لا يريدون أن يروا قواعد ولا مشاريع وهمية في أراضيها. هذه هي المسج الحقيقي. يعني هذه الحكومة الفاسقة الحرامية اللي تعاملون معها الآن راح تزول بعد كم أيام، راح تزول. أقول لكم بكل حقيقة راح تزول. رغبة الشعب واحد، لكن أنتم لا تجون مكان مضطرب تفكروها الدولة. راح هنا أي لحظة تثور. إثيوبيا اللي أنتم يعني في نقطة ملاحظة أبغى أخبركم إياها. إذا أنتم مو ناويين خير، أنا أقول لكم إياها. الحكومة الإثيوبية أوريدي يعني خلاص استغال فيها اللي كان يعني شريك في الاتفاقية اللي صارت مع موانئ بورت دبي. استقالوا لأن في ثورة صارت في إثيوبيا. ثورة صارت في إثيوبيا، استقال رئيس الوزراء الإثيوبي. يعني المشروع هذا ملغي. إحنا كمان صارت فوضى وراح يصير فوضى ثانية راح تيجي في البلاد. طيب أنتم ما نبغى، إحنا نبغاكم أنتم بأمان ونحن بأمان. نبغاكم أنتم محترمين في بلدكم، نحن محترمين في بلدنا. ما محتاجين لا مساعدتكم ولا أنتم لو تحتاجون منا مساعدة يعني نقدر نساعدكم في أشياء ثانية لوجستية. لكن تبنون مشاريع وتقعدون فيها 50 سنة و60 سنة، لا، هذه مش احنا يسمونها جزر المالديف اللي انتم تستثمرون فيها. الصومال والجزر المالديف اللي انتم تدخلون فيها فلوس. وهذا
مش مكان استثماركم خلوها لكم. الصومال غنية، خيراتها كثيرة، ثروتها كثيرة، مش محتاجة لاستثمار، فقط محتاجة لأمان وهدوء. أوكي؟ إذن الآن نؤكد لكم أنكم أنتم فقدتوا إرادة ورغبة الشعوب الصومالية من مشارق الصومال ومغاربها. 80 مليون 10 مليون صومالي ما يثقون فيكم، خاصة من الإمارات. ليش؟ شو السبب؟ أكيد شافوا شيء. معاملتكم، من معاملتكم، تصرفاتكم شفناها. إذن أكثر من هذا كفاية. خلى يكون عندكم يعني قمة احترام، وإحنا نحترمكم. ما تحترمون ما نحترمكم. إحنا معاملة بالمثل، معاملة بالمثل. يعني مرة تجيبون لنا رشوة، مرة تجيبون لنا اقطعوا علاقتكم قطر، مرة مشاكل، مرة يعني تجبرونا في أشياء إحنا ما لنا صلة فيه. إحنا ما لنا مشاكل مع مشاكلكم، يعني أنتم بيناتكم بين إخواننا أشقائكم الخليجيين، هذا بيناتكم أنتم. اعتبر قطر شريفة، قطر على حق، وانظلمت بسبب معاملتكم. هذا بسبب معاملتكم. يعني قطر ما لها أي ذنب تحصلوها. ليش تجون عندنا عشان تقولوا والله اقطعوا علاقتكم مع قطر؟ يعني احنا اصلا شايفين ان في خطأ، في ظلم، في ظلم كبير. يعني ما بتزرعون فتن بين في بلد جواركم، تبغون تنشرون الفتاني والفتن والمشاكل بلدان الغير، ما ترتاحون له وتجيبون مشاكل. خلي فنادقكم تكفيكم، خلي فنادقكم تريحكم. لما نبغى استثماركم، ابنوا فنادقكم هناك اكثر واكثر، سووا برج ثاني، برج ابراج، خلكم دخلوا فلوسكم هناك، وخلي الدول الجوار تعيش بالسلام زي قطر، زي دول الصومال. سلم عليكم. هذه رسالة وصلها للإماراتيين، فسروها مثل ما تفسروها، شوفوها مثل ما تشوفوها، فكروها مثل. راح نوصل تقارير وراح نبهدلكم في المحافل الدولية. انتم مشروعكم هذا مش معترف رسميا، ولا راح نعترف فيه. اوكي؟ انتم تتعاملون مع انقلابيين، تتعاملون مع مجرمين، تتعاملون مع ناس اصلا احنا جايين نستعد لهم اللي نسوي فيه اي لحظة ثورة. اذا تتحملون مسؤولية تعاملكم. الصومال تعافت من شروركم، ما ترجع الى الوراء مرة ثانية. شمال الصومال صحيح بلادي، صار لها 27 سنة استقلال وامن واستقرار، هذا طبعا بفضل ابنائها، لكن المعنى مش انكم انتم تتفقون اللي يسوى واللي ما يسوى، واللي مش مخول واللي مخول. لا، ما ما له حق. هذه الحكومة اللي في شمال الصومال مش معترفة اصلا للشعب، ما تحكم 80% من جمهورية ارض الصومال. في اجتماعات جارية في الشهر القادم، في اجتماعات جارية في لندن، في اجتماعات في يمكن 4 أقاليم 5 أقاليم راح تنفصل من شمال الصومال، أرض الصومال اللي أنتم تبغون تتفقون معاه مشروع. طيب، إذن يمكن أنا أكون نصيح لكم، عسى تكرهوا شيئا فهو خير لكم، عسى تحبوا شيء شر لكم. يمكن أنا نصيح أن أعاتبكم، أقول لكم يا جماعة لا تقربون فلوسكم في وقت الراهن في هذا المكان، لأن في تحركات. يمكن هذا خير الفيديو هذا، شو عالم، الله عالم. بس الآن ما في حكومة معترفة في شمال الصومال. المكان الوحيد المعترف هو في الصومال، في مقديشو هناك. احنا هناك مكاننا. سلم عليكم سلام كثير، اتمنى لكم كل خير، واقعدوا في يسمونه
هذا المسج اتمنى توصل كل اماراتي، يرسلوا لها الصوماليين اللي يسمعوني الان ويشوفون هالفيديو، سووا لهم تاج وارسلوا لهم في اي مجموعه اماراتيه، خليه توصلون بعد، خليه يوصلون اماراتي صومالي يتكلم اماراتي. هذه الرساله. يوم الامارات تحترم جيرانها ذيك الساعه احنا راح نحترم مشاريعها. هذا اللي اقدر اقوله وانهي فيه الكلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.